تطرح السؤال. شفتي؟ ايوه هذا الكلام. لو سمحت ما تتدخل يا استاذ ماجد. لا انا لم اتدخل، بس انه انا ما فهمت عليها. هي تكلمت بسرعه كذا كذا كذا، انا ما احب اللخبطه، ابغى افهم الكلام ايش هو. اوكي بس هذا الكلام. يا دي زين. نعم. فيك تبلش من هلا بالاسئله يعني. يلا. اوكي طيب اسمش ليموزين. ها يا اوكي دي زين. ايه اوكي. نحن بنقطع على اي سؤال بنشوفه مش كويس. اوكي. ستاند باي 5 4 3 2 1. كيف كانت بداياتك قبل تكوين هذه الثروة الكبيرة؟ ما فهمت عليك. يعني كيف بلشت حياتك العملية؟ يعني كيف بلشت بشغلك؟ يعني كيف أسست شغلك؟ فم عسل. ايه معي نحل انا في الديره. ايه املح الذيانه، نشتري نقطع اشجار مع سيقانه كبار كذيانه، نحرولها كذيانه مسافه وسعة ما يدي كذيانه طال عمرش، وانا امسك جذع ذيانه ونحفره من داخله ونطلع ما داخله من الخش. خليش معي تلفتي فيها اتكلم معك انا. نطلع ما داخل مخشبه ذيانه ونحطه حواجز للنحل، او نشتري نحل ملكتها معها، ونقحمها ما وسط صندوق ذيانه ونركب صناديق من فوق بعضها ونبني. انا بديت من صندوقين اثنين، ومن فضل الله سبحانه وتعالى معنا ديره خضراء وجبال زينه وامطار وسيول تدكدك من جبال فمن صندوق في ذاك كثرا الحمد لله ونشكره. وصرت اهب في كل وادي وفي كل جبل معي رزمه من صناديق مهنيانه، ونحل تشرح وتضوي الليل والنهار. ومعنا طال عمره عسل ذيانه، طبعا هو غالي ثمنه غالي ما هو بسيط يعني، هذا يعني هو مثل ذهب. نعم. وكان قدام طبعا بعدها فتحت لي محلات بسيطه يعني مطاعم الشعبيه الخفيفه هذه، عصيده ومرقه يحبونها العرب، فروقه يتنشفونها، ان الناس يحبونها اذا سوقوا بالثلوث طال عمرك عندنا في سوق وتيوس وغنم وكذا، وابتعد واشتريت فيها الحمد لله وتوسعنا. استر عليش. ما هي المعوقات التي قابلتك قبل أن تقف على أرض صلبة؟ يعني شو هي الصعوبة؟ إنه شو واجهت صعوبات؟ لا تفولين علينا بالمعوقات، أنا لسه معوق أنا. لا الله فعل الله ولا فارس. تريني أنا يعني مش أنا الحمد لله بصحة جيدة. ولا تفولين علينا بالمعوقات. اسألي سؤال زي بني آدم، لا تقوليني معوقات. أنا إيش الكلام؟ إيش الأسئلة هذه اللي معها يا أبو محمد؟ معليش طال عمرك معليش. كيف معليش؟ تحرولنا كذيان ونحن من الله في ساعة ما بنا علة. طيب هذا بيلغوه. اوكي لا تضحكي لا تضحك، بترى احب البرة تضحك في وجهي. خليش كذيانة صاملة ساملة وهابي سؤال مثل العرب. ايش الكلام هذا يا ابو محمد؟ يا طويل العمر احنا نقصد بالمعوقات مو قصدنا على يعني المعوقات الخلقية، قصدنا معوقات الحاجات اللي تواجهك في العمل. يا رجال ترك لك انت، انا ما درت ايش تقول، ما عندها تلفت مرقه، حتى انا وانا اكلمها عينها في مرقه، كيف اقدر اوضح لها واقدر اتكلم مع واحد الرجل اللي هو قلبه وعينه معي ومخه معي يفهم ما انا اقول. تجي انا لسه عندها كان ما عندها في كلامي. ايش الكلام هذا؟ ابغى واحده معي تفهم كلامي تدري شو او تناقشني فيه وتفهم الناس اللي يتلفتوا فينا في التلفزيون. تقول طفشان خلقه لا تنرفزنا. وانا طفشان خلقت انا ما جيت خليت عملي كذي، انا الا ابغى انسان يتكلم معي يتفاهم معي في الكلام، يقعد معي يتلفت ورقه. ابتي انا ترجم مو شغلك هذا تلفت ورقه، ما لك صلاح انت. كيف ما هو شغلي؟ قاعد على كرسي كذي انا ومعي واحد ما هو معي. اقول لك احترم نفسك وخلنا نكمل اللقاء وكفايه اللي شفناه. اقول لك ترى اني محترم نفسي قبل ما اشوفك، سمعت ولا لا؟ من قبل اجي هني انا، خليك رجال محترم واحترم الفاضي، قسم بالله يا لسانك اني قاصر من الشفره، خلي عنك الكلام الفاضي. خلك الكلام الفاضي. خلاص لا حلفت بالله اقسمت لك بالله يا الشفرات انها ما ترجع الا من عشاي في ذمتي قسمتي. حصل خير حصل خير. وش قله الحياه؟ الواحد ما يستحي على وجهه، ترى رجال من قبائل المرحله فوضى كان عندك تمثيل واحده متعلمه ما تعرف ترك كلمتين. معليش اسفين علينا احنا اسفين. ايش هو الدب هذا من اللي جاء؟ ده مدير الاستوديو طال عمرك. مدير من الاستوديو؟ لا شوف خلقته عنده خشميني هذا. حاضر خلاص. ايش الانسان يحترم نفسه يقابل الناس باحترام، ايش الكلام هذا؟ معلش هو ما يعرفكش ولا ما يعرفك. وانت تلفتي اعطيني سؤال واضح موضح من عيني من المعوقات والكلام الفاضي حقش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هي بعد اذن بس خلاص لو سمحت يلا ما مجنون الارض عليكي. غير السؤال هذا. كيف يصبح لا تضحكين في وجهي دخيلش.
لا ارجمش بعصايتين، لا تضحكي في وجهي، تعطيني سؤال وخليش محترمة واحترمش معي في ذلك القهقهتي. انا جيت تضحكي في وجهي ترى ما احبها. طيب كيف يمكن ان يصبح الانسان مليونيرا؟ كيف في الانسان؟ كيف؟ بالعمل، بتجارته. اوكي. كيف يصبح مليونير؟ بتجارته، بكرده يكرف الليل والنهار ويشتغل زي سدح. الواحد اذا سدح لم تجي قروش تدخل في كمه كذيانه، تجيش قروش تدخل في جيبش، شو اسمه تكرفين في نكمه وتشتغلين وتروحين وتدبين. نسلم قروش تستمع ليش؟ انا قلت قروش، قالت نعم وسقط في كمش. لا، هالقروش يبغى لها حركه، يبغى لها تجاره، يبغى لها شطاره، يبغى لها ذهن فقير وذكاء خارق، او تروح تدور لها. هذا الواحد تقدر قروشه كذيان. هم حكايه ان لا والله ارقد في بيتي وانسدح وانقعد على ظهري كذيانه، واقول لهم قروش تعالي تجي تنسقط في كمي كذيانه واصرف للسعودي. فهي في كد، يبغى لها كد وكرف، يبغى لها تعب. الواحد يترك بزورته ويترك عياله ويروح يتفسح ويتمشى دك موديته حق هامه كذيانه ويترزق ربي. بماذا تنصح رجال الاعمال الذين ما زالوا على اول الطريق؟